أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست يا نعمل إيه. عارف أنا بقالي كتير ما نزلتش بودكاست وأنا بعتذر لكم. بطل بودكاست بقالي كتير عشان فاقد الشغف وسنة كسول وسنة مش لاحق، وحسيت إنه أنا بصور دلوقتي والساعة 3 الفجر مثلا، حسيت إنه طب ما يلا خدت كاميرتي، الإضاءة بتاعتي، مايكي، وبصور في الأوضة بتاعتي. as you can see احنا مش في أورا المرة دي، في الاستوديو اللي بصور فيه كالعادة. وقلت أجرب حاجة جديدة. قولوا لي رأيكم. يمكن الإضاءة تكون دراماتيك بزيادة وإنتنس بزيادة. أنا حسيت إن الدنيا بالليل، فمش لازم أفيك إن إحنا الصبح والدنيا مشرقة، وأنا برضو مش في أكتر مود في الدنيا مشرق، فقلت واي نوت ده يبين أو يرفلكت في الفيديو. حلقة النهاردة عن، أو ممكن أسميها تايتل، مفيش حد جاي ينقذك. حبيت أعمل حاجة جديدة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة، ألا وهو إن الحلقات اللي مش هيكون فيها جاستس، اللي هي حلقة زي كده دلوقتي، حلقة هرجع أنا أعملها، تكون برفلكت على حياة معاكم، عشان as we know البودكاست عن رحلة العشرينات، اللخبطة بتاعتها، ومسميها يعني أعمل إيه، عشان إحنا أكيد كلنا بنسأل السؤال طب يعني أعمل إيه دلوقتي لما حاجة تحصل ولا حاجة مش عارفينها أول مرة نعدي بالتجربة دي، طب يعني أعمل إيه. ومفيش اكشلي اجابه للسؤال ده، مفيش اللي هو اجابه صح، حتى لو حد قال لنا اكبر بقى اهلنا صحابنا ايفن، مفيش رايت اور رونج. وبحس ان اي قرار بنعمله، حتى لو في لحظتها، مش في لحظتها، حتى لو بعدين حسينا ايه ده كان قرار وحش قوي، في لحظتها كان قرار صح، عشان ده كان all we knew ساعتها، ده الاحسن حاجه كنا فاهمينها. فحلقه النهارده التايتل بتاعها، اسم الحلقه محدش جاي ينقذك. كتير مننا بيقع في مشكلة إن نعدي موقف سخيف، إن يجيلنا اكتئاب، أيا كان مزمن ولا اكتئاب عادي أو سادنس حتى، عشان مش فارق معايا الليبلز قوي، مهم تفيز وكأنه اكتئاب، فيلير، حاجة صعبة in general، ونبقى سنة كده مستنين حد يجي ينقذنا، حد يلحقنا، حد يخلينا أحسن، حد يقومنا بعد لما وقعنا. وإن إحنا نبقى معتمدين على ده ونفكر في ده حاجة غلط جدا، عشان مفيش حد هيجي، إحنا لوحدنا. حتى ودي مش حاجة وحشة، حتى لو عندنا حوالينا عيلة وناس كتير وصحاب كتير، eventually كل واحد من صحابك مصيرهم ينشغلوا في حياتهم، ومصيرهم هم يقعوا ويبقوا going through their own battles، والعيلة نفس الكلام، يوم يومين 3 أسبوع، و eventually هيبقوا خلاص مستنيين منك إنك تبقى أحسن. وحتى لو هم physically جنبك، ما سبقش، انت لوحدك، عشان هم عايشين برا مش جوه دماغك، انت الوحيد اللي جوه دماغك وجوing through الحاجة دي، مهما قد ايه وصفت الإحساس لحد، أو مهما قد ايه اشتكيت، عمرهم ما يكونوا انت، وعمرهم ما يحسوا، فتherefore عمرهم ما هيعدوا باللي انت بتعدي بيه. وعشان كده، عشان انت بتعدي بده مش بأي حد تاني، فانت الوحيد اللي تقدر تطلع نفسك برا الموضوع، انت اللي تقدر تنقذ نفسك. وده الجانب المشرق من فكرة ان مفيش حد هي ينقذك. لو انت خلاص فهمت انك مش هتفضل مستني حد يجي، وفهمت ان انت الشخص الوحيد اللي تقدر تنقذ نفسك، realization ده في حد ذاته بيكون احسن. realization ده بيخليك اتليست على الطريق الصح، زي كده وكأنك بتدور حاجة ضايعة منك، وعندك البيت كله مش عارف تدور فين، فانت اتليست فهمت ان الحاجة دي انت كانت معاك اخر مرة وانت لابس الجينز الاسود، فموست لايكلي هيكون في الأوضة، عشان اللبس في الأوضة، فتدور بقى وذين الأوضة بدل لما تدور في المطبخ والحمام. اتليست انت على الطريق الصح. الأول طريق مش هكدب عليك، هو طريق صعب، بس انت على الطريق.
مش اتليست مش هتضيع وقت ومجهود على الفاضي. اي وقت ومجهود هتحطه هتاخد الموازي ليه، هتاخد نصيبك في الاخر. انا I realized مش I realized انا الفترة دي من حياتي غريبة جدا. عندي 24 سنة، تمتهم من شهرين almost في نص العشرينات، اوريدي حاسس ان انا عشت عشرينات كتيرة جدا، وعشت تلاتينات، عشت حياة كاملة، many lifetimes كمان، مش حتى حياة واحدة. وكل لما بتجت خلاص بحس انه الصعب بيخلص، اخر تشيك بوينت، اخر مرحلة يلا نهدى، هنكاتش اور بريث، خلاص دي اخر تشالنج، البوتل نيك اهي، خلاص احنا نعديها بس خلاص. يحصل حاجة تستدعي الى مور جروث، تستدعي الى مور حاجات وحشة أجو through it. ومش حاجات وحشة بالمعنى اللي ممكن تفهموه in general، حاجات وحشة، و at the end of the day الحاجات وحشة هي اللي بتميك us who we are. يعني لو حد عمره ما عدى بستراجل أو عمره ما عدى بنيجاتيف ايموشن، مش هينضج أوي، مش هيكون صلب زي كده. الحديد يمكن مش هيبقى أحسن أنالوجي، بس لازم يتسيح ويبقى درجة حرارته صعبة جدا ويتبهدل وكده عشان يمولد into this solid thing. فحاجات كتير بتحصل طبعا. اولا واخيرا الحمد لله كونسبت. عارف ان ده افتكرت الإفيه بتاع فيلم عسل اسود، اللي هو لما كان بيقول لأحمد حلمي، مش فاكر ايه الكلمة اللي بس قال له الحمد لله، حاجة ليه لحظة الحمد لله يعني. it's actually real انك تبقى فكرة الحمد لله ايه، انك تبقى genuinely مهما ايه حصل لك، حتى لو اوحش حاجة حصلت لك انت بتحمد ربنا، عشان ده ليها معاني كتير. اولا قد ايه انت واثق في ربنا وواثق في خطته ليك، وان انت سايب الموضوع لله، زي ما وكأنك مركب في البحر، ومش حتى بتحاول تجدف يمين او شمال او شراع بقى تحطه في انهي ناحية، انت سايب الموج يوديك، وانت واثق ان الموج هيوديك حتة حلوة، واثق ان الموج مش هيغرقك. ولما تبقى truly grateful كده whatever اللي بيحصل actually بيخلي ان مهما قد ايه حاجة وحشة حصلت، بدل ما هي وحشة قد كده تبقى وحشة قد كده. فهي سوبر باور رهيبة. وانا مش طبعا بقول ان perfect، مهما طبعا بحاول على قد ما اقدر ابقى دايما اقول الحمد لله وابقى grateful، بس عشان بني ادم زي ما انتوا بني ادمين يصيرنا يجي الحاجة اللي تكسر ظهرنا، تقسم اسمها ايه المثل، قسمت ظهر البعير. انا بداش من الامثال عامه، فاتمنى ما حدش يقول مي اوت اون ذات. مثال هتيجي الحاجه اللي هتخليك سنه مش جريتفul، ما عندكش طاقه تقول الحمد لله، مش قادر اول حاجه تفكر فيها انك تحمد ربنا، مش قادر تبقى ممكن ايفن تعترض على الحاجه اللي حصلت، question هو ليه حصل لي كده، انا شخص كويس وبحاول اعمل كذا كذا، ليه حصل لي كده. ومش عايز ادخل في حته حلال وحرام عشان أنا مش شيخ، بسيب الحاجات دي للشيوخ، ولكن it's okay ان لو جات لك الباسنج ثوت دي، ولو جات لك حاول ما تقعدش فيه كتير، بس مش نهاية العالم، زي ما مش نهاية العالم اي حاجة وحشة حصلت لك. I'm starting to realize انه كل حاجة مكتوبة اصلا، القدر ده كل حاجة هتحصل لنا من اول ما اتولدنا لحد لما هنموت، ان مكتوبة من زمان. what is the point ان لو حاجة حصلت وما عجبتكش تعترض عليها، كده كده كان مصيرها تحصل لك، كده كده مكتوبة انها تحصل لك. احنا مش فاهمين ليه بتحصل لنا ده، عشان احنا بشر، ربنا عنده حكمة، فاهم ليه عايزة تحصل لنا. واغلب الوقت اتليست في حالتي بيوريني قدام along the line ليه ده حصل، فبقى
اني في ساعتها ليه وازاي doesn't make sense اصلا يحصل لي كده، لما كان يحصل لي كده خلاص مع نفسي بفكر، يعني مش معترض على حاجه، بس بكلم نفسي كده زي ما انا بكلم نفسي دلوقتي. يجي يعدي شهر، شهرين، سنه، 5 سنين، وحاجه صغيره جدا فجاه كده راندوم مومنت في ان راندوم دي ابقى الموضوع نسيت اصلا، بس تفتكر كده ياه دومينو افكت بقى، لو ما كانش حصل كذا وساعتها اي سفر جامد، ما كانش حصل كذا كذا كذا، فدلوقتي ما بقتش مثلا راكب العجلة دي مثلا، ما بقتش شغال في الشغلانة دي، ما بقتش عارف، ما بقتش ما اتعرفتش على ناس دي فبقينا صحاب. فسبحان الله كل حاجة it works out. ومن الحاجات برضو اللي شفتها، ده فيديو شفته على تيك توك عجبني جدا، حد كان بيسأل، أتمنى أقوله صح، حد كان بيسأل عالم لو القدر أو إحنا كل حاجة قدرنا مكتوب، إزاي عندنا فري ويل؟ إيه لازمتها لو كل حاجة مكتوبة؟ فشفت one of the comments عجبني جدا، حاول افتكره عشان الفيديو بقاله فترة، بس كان بيقول إن ادي اكزامبل اللي هو انت معاك 100 جنيه وفي حد جالك محتاج فلوس وبيهددك انه ياخد الفلوس، فانت انا الحته دي بوصلها تقريبا انت اللي بتهدد ان حرامي جه، ان واحد كان محتاج 100 جنيه جدا، ف فجه يقابل حد في نص الشارع وحاول اللي هو يثبته ياخد منه 100 جنيه دي، فخدها، فده خد قراره وخد 100 جنيه. بس فكرة ان كل حاجة مكتوبة لك، ان لو الشخص ده كان عمل قرار مختلف، كان قرر يساعد الراجل ده بدل لما ياخد منه 100 جنيه، الراجل ده عشان ساعده فكان هيديله 100 جنيه كده كده، فهو اتحط في تشويس، يعني هذا تشويس تو ميك. انا عارف ان بوصل القصة سنة، ممكن تكون اصلا حاجة من الصحابة كمان، انا بعتذر على ده، بس المغزى انه في الحالتين سواء عمل الحاجة الحلوة او الوحشة كان هياخد 100 جنيه اللي كان محتاجها، وده القدر بتاعه. بس فكرة الفري ويل بتاعته، هو خد انهي طريق في الدنيا اللي يخليه احسن. فالقصة سيمبل جدا بس بلو ماي مايند، انه انت ممكن تتشوز تبقى شخص كويس جدا وتراعي ربنا يعني سواء لنفسك، لأهلك، لعيلتك، لربك، ايا كان السبب، وهيحصل لك حاجات، او ممكن تختار تبقى شخص مش كويس شخص وسخة، وفي الحال وبرضه هيحصل لك ممكن تكون نفس الحاجات برضه، بس الفكرة انت اللي اختلف ان الإفكت اللي سبته في الناس حواليك وانت بتاخد القرار ده. وحاجة غريبة جدا، انا طول عمري متربي ان انا بسلم على الناس اللي معرفهاش. هو كان دايما تقول لي it never hurts، يعني مش تقول it never hurts، انا ببرافريز هو it won't hurt لو انت اي حد مثلا في الشارع مثلا داخل حتة مش عارف ايه، امن، security، بواب، عسكري، وانت معدي كده السلام عليكم، مش لازم تستارت conversation، مش لازم اي حاجة، it won't hurt، و you never know ممكن يكون محتاج يسمعها، مين يكون ممكن يحتاج يسمعها to make his whole day، تخليه ياخد قرارات مختلفة. وده دومينو افكت برضو، وده انت being a good person even though لو رحت مشوار من بيتي للمدرسة مثلا، المدرسة ده بتخرج بجامعة اصلا مش عارف ايه قلت مدرسة، ما علينا يعني. يمكن عشان دي الفترة اللي كنت ببراكتس ده قوي، وكانت ماما بتقولهولي لسه، ممكن اروح من بيتي للمدرسة ماشي مثلا في تلت ساعة، في تلت ساعة دي لو ما قلتش اي حاجة وقاعد لابس السماعة وبتمشى هوصل عادي المدرسة، مفيش اي حاجة هتختلف. بس تخيلوا لو كنت، او ده اللي كنت بعمله، اي فرصة اقدر اسبريد، مش عايز اقول positivity والكلام الكليشيه ده، بس اسبريد لذاذة، اسبريد warmth كده،
اعمل كده فعلا. بتمشى مثلا في اللي هو السكيورتي مثلا بتاع whatever، وانا بتمشى السلام عليكم كمل ماشي. واحد بتاع كشك، واحد على عجلة، مش لازم يكون شغال حاجة يعني، أيا كان مين اللي قبله في طريقي. في ناس ترد وفي ناس ما تردش، في ناس ترد بانبساط جدا، في ناس ترد اللي هو عليكم السلام من طرف مناخيرها، في ناس ما ترد ما تعبركش أصلا. بس it's not about انت هتاخد ايه، مش it's not about هما ردهم ليك ايه، it's about ان what if حد صحي متضايق جدا وكان اوحش يوم في الدنيا وخلاص مش طايق حد من going through it، و as simple as بترد السلام او بتقول السلام لحد او للشخص ده، خليه يحس بدفء كده، خليه يحس ان الدنيا لسه كويسة، خليه يحس انه الله الشخص ده cares about me. بسيطة جدا، عمرك ما تشوفه تاني probably، وهو ممكن ما يفتكركش اصلا، بس انت زرعت جواه حاجة كويسة دي. I believe بقى في تاني حاجة الريبل افكت، ان هي تقعد هتريزلت ان هو يعمل قرار حلو يومها، ان هو يبقى ألزز مع حد، ان هو لو سايس مثلا يبقى لذيذ مع الناس بدل ما يبقى رخم، لو whatever يعني هيبقى هيليف علامة حلوة فيه، ممكن يعمل خير بسببك. ولا نتكلم بقى في الدين، حسنات انت عمال تاخدها، الله اعلم بقى لحد ايه. انت ممكن تقول لحد السلام عليكم، الشخص ده يقعد يعمل خير اسبوع كامل بسبب انه بقى في مود كويس بسببك، فانت كل دي حاجات حسنات انت بتاخدها. تخيل بقى عمل خير بقى، راح عمل اطعام مثلا، انت ليك نصيب فيها. طبعا ربنا هو اللي بيحسب الحاجات دي بس الكونسبت ده بريليانت، انه انت ليك تأثير مش طبيعي على الناس، حلو او وحش. وتخيل انت ليك التأثير ده كله على ناس غريبة، قالك بقى الناس اللي قريبين منك، صحابك، حبايبك، مراتك او خطيبتك او صاحبتك، امك، ابوك. وعادة الناس القريبة جدا لينا بناخدهم for granted، اصل هم موجودين، هم هيروحوا فين يعني؟ ما عايش معاهم بقالي 20-25 سنة، بشوفهم كل يوم مش عارف ايه، فمهما يعني قشطة هيعدوني دايما، او صحابنا او whatever. بس ناس كتير بتقع في حتة انه بدل لما ان هم يحبوك unconditionally حاجة حلوة، بس لما يقعوا فخ بتاع هم موجودين في take you for granted، ممكن بيليد لحاجات وحشة جدا، ويبقى عكس بقى الحاجة الخير اللي انت بتعمله اللي بيريبل. عملت حاجة حسس حد احساس وحش، مش هقولك انت مسؤول على كل حاجة وحشة هيعملها، بس انت هتوديه في دوامة مش طبيعية لمجرد ان انت مش aware بحجم رد فعلك، او مش aware بتصرفاتك بتليد لايه. السلف awareness دي حاجة كنت فاكر ان هي في كل الناس، او مش بحاول اقول ان هي فيا فانا احسن منكم، فيا بلاوي يعني برضو، بس السلف awareness بالذات حاجة من زمان جدا وانا صغير فيا، هو ربنا حطها فيا، ولا انا حاول يعني ما قريتش كتاب مثلا فهو سعيد، هو ربنا قرر تبقى فيا. وكنت دايما فاكر assumed ان هو كل الناس عندها self awareness، بس اكيد مش صعبة مثلا لو قلت لحد حاجة تضايق ابقى فاهم ان دي حاجة تضايق، ما هي حاجة بديهية، بس لا، في ناس كتير ما عندهاش self awareness، ودي at the end of the day بيصعبوا عليا ان هم ما عندهمش self awareness، عشان they must be دي نعمة، فتخيل ما عندهمش النعمة دي، حاجة وحشة، عايز الخير ليهم يعني. بس effect بتاعك على الناس اللي حواليك قد يكون حلو جدا ويغير حياة ناس. انا في راجل شغال في بروح جيم كده في مكان في المعادي،
ففي المكان ده برضه فيه زي كافيهات وكده وفيه سيكيورتي. ف الراجل ده مميز جدا بشنبه، وانا دايما لما ببقى داخل ببص على ماكل وتافر اللي واقف. بس سبحان الله عشان القدر، سبحان الله عشان القدر انه معلش لا يتخرج يقع، قدر انه كذا مرة ورا بعض يبقى واقف في نفس الوقت اللي انا جاي فيه، فاتمشى جنبه فاقول له السلام عليكم. وانت يعني كل المرات دي حصلت لدرجة انه النهاردة مثلا هو اللي جه يسلم عليا، وازيك يا كوتش عامل ايه وكوسان وانت طيب وبتاع، وبيتكلم بعشم ولذيذة مش طبيعية even though انا ما عملتش اي حاجة غير انه وانا بتمشى دايما والسلام عليكم وهو يرد السلام بس. مرة كنت حاجز ماتش بادل وهو برضو المسؤول عن البادل، فجيت متأخر ومش عارف ايه وكده، فادانا وقت زيادة ببلاش لمجرد ان في رابور كده ما بين في. سبحان الله الحاجات دي وده يمكن يكون اقل افكت حصل لي بسبب او افكت ان جنرال ان انت تبقى لذيذ مع الناس. ف ممكن يكون we drifted off topic شوية بتاع مفيش حد هينقذك، مفيش حد جاي ينقذك الا انت. لو انتوا بتمروا فترة صعبة افهموا ان هي فترة بس، مفيش حاجة بتدوم للأبد. لو انتوا مستنين حد ينقذكم، كل ما تستنوا اكتر كل ما الفترة هتطول اكتر. the moment ان انتوا اللحظة اللي انتوا بتفوقوا فيها مش بتستنوا حد يمر، وتشوفوا حياتكم وتشوفوا دنيتكم، تروح تتوضى وتصلي، تنزل الجيم، تجيب كتاب تقراه، تطلب أكلة بتحبها، حتى تتفرج على فيلم بيضحكك، تسيرش الثيرابيست اونلاين، ايا كان الحاجة. ممكن تكون تخرج بره اوضتك وتقعد مع عيلتك ده اول طريق ان انت تبقى احسن. مش كل الناس بيرفكت، مش كل الناس عندها سيلف اويرنس، مش كل الناس ايموشنالي انتليجنت، بس مش شغلتنا احنا نغير الناس، مش شغلتنا احنا نغير العالم، شغلتنا ان احنا نعاملهم كويس ونلزم هما بيه. انا عمري ما رحت لحد بسلم عليه بقول له السلام عليكم مش بيرد عليا وقلت له انت ليه مش بترد، مش دوري، مش مسؤوليتي. انا بقول كل مره هقول consistently، وهترست انه يمكن مع حد غيري لما يجي يقول له يرد، او يمكن هو اللي يجي يقول، هترست انه الموضوع هيتحل لوحده. اظن كفايه يابينج كده for now. دي كانت تجربه حلوه بالنسبه لي، انا most likely هكررها كتير. هبقى عايز اعمل حلقات مع guests ان شاء الله، في كام حلقه I'm planning عليهم، بس عشان حسيت ان بقالي كتير، حسيت ان عايز اتكلم في مواضيع شائكه هي مش شائكه، مواضيع ديب، وماسك نوعا ما عجباني ماسكه المايك. فقولوا لي رايكم في الكومنتس، قولوا لي هل فيستك ولا حلو. حاولت الاقي رايمنج لكلمه فيستك، هو فيستك ولا بيستك، عشان تبقى اللي هو زي بتاعت عمرو الهادي اللي هي حاجه ولا في الضياع، مش فاكرها بس اشوفكم الحلقه اللي جايه. be easy on yourself. وانا لست فيلسوف ولا ثيرابيست، انا شاب عادي جدا، مجرد بشير تجربتي معاكم وبشير توهاني معاكم، ولو في اي حاجه انا شايفين ان قلتها غلط ارجوكم صلحوا لي في كومنتس، انا عايز اتعلم زيكم. باي باي.